بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل صحبه وسلم. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي بمناسبة عيد الفطر. طبعا انا عاملة فسيخ جميل كده وعاملة سردين، بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. طبعا بقى انتوا عارفين الناس طالعة من رمضان بقى لحمة وفراخ وسمك، فقلنا بقى ايه نعمل كده فسيخ وسردين مع بعض زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. الفسيخ معايا هو الزبدة. بصوا بنات بسم الله ما شاء الله، الطريقة سهلة وبسيطة خالص على أي بنوتة كده لسه داخلة المطبخ. يا ريت بقى اللي أول مرة يشوفني ما ينسانيش في لايك واشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان كل ما انزل أي حاجة توصل لكم إن شاء الله. يلا بنات نبدأ بسم الله ونشوف الطريقة مع بعض. أول حاجة كده يا بنات أنا جبت السردين بتاعي وقمت رش عليه ملح وسايباه لمدة ساعتين لحد ما صفى كل اللي فيه. طبعا زي ما انتوا شايفين كده يا بنات انا حاطاه كده في مصفى، طبعا انا مغسلتوش. خلاص يا بنات، طبعا انا جبت هنا كيس ملح وحطيت عليه شطه، لو انت عندك كركم حط كركم. طبعا انا عندي جردل كده ونزلت بيه بكيسه زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. انزل بقى كده بالسمك بتاعي خلف خلاف مع رشه ملح بسيطه. بصوا يا بنات بسم الله ما شاء الله، انا بحط واحده عكس التانية مع رشه ملح برضو بسيطه، لان يا بنات لما بيقعد في قلب الجردل فتره طويله او على ما تاكليه بيحتق معاكي. طبعا زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي السمكيه بتاعتي ما فيهاش نقطه دم، انا سبته لحد ما اتصفى خالص. طبعا رشيت عليه كده معلقتين 3 ملح وسبته لحد ما اتصفى خالص. بصوا يا بنات بسم الله ما شاء الله. طبعا بقى ايه اغطيه كده بالملح كده خالص وانزل بقى يا بنات عليه بشويه زيت. طبعا الزيت دوت هو اللي هيطر معايا السمكية بتاعتي لما تيجي تتخلل. بصوا يا بنات بسم الله ما شاء الله. طبعا بقى اقفل الكيس بتاعي واخرج منه الهواء. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، انزل برضو كده عليه بكيس تاني واغطيه بقلب الغطا بتاعه، واقوم جايبه كيسه واقوم ملبساها للجردل كلته وقافلاه. طبعا لو انت حابه تحطيه في التلاجة من تحت حطيه، لو انت حابه تسيبيه بره مفيش مشكله. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات انا عندي الفسيخ بتاعي بقى انا غسلته كويس جدا وغسلت الخياشيم تحت الحنفيه وسبته بقى لحد ما اتصفى خالص ولحد ما نشف كده زي ما انتوا شايفين. تحسي السمكيه كده ناشفه يعني زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. طبعا بقى بمنديل كده ونشف الخياشيم بتاعت الفسيخ بتاعي. طبعا ده يا بنات سمك بوري. بصوا بسم الله ما شاء الله. طبعا انا رحت السوق يا بنات وجبت طازه زي ما انتوا شايفين كده. لازم تفتحي الخياشيم بتاعت السمك من جوه عشان تعرفي ان هي طازه ولا لا. ابدا بقى يا بنات ان انا احط كده مناديل في قلب الخياشيم عشان لو في دم ولا حاجه المناديل تتشرب. زي ما قلت لكم يا بنات انا جبت سمك البوري وغسلته كويس جدا الخياشيم والجسم بتاعه طبعا تحت الحنفيه بحيث ان انا يعني انضفه من اي دم. طبعا انا جبت جردل كده وقمت حاطه الراس من تحت والديل من فوق لحد يا بنات ما اتصفى خالص ونشف زي ما انتوا شايفين معايا كده من ساعتين ل3 ساعات. طبعا زي ما انتوا شايفين كده يا بنات انا بحط في الخياشيم بتاعتي مناديل عشان لو في دم ولا اي حاجه تطلع معايا. ابدا بقى ان انا امسح كويس جدا السمكيه كده يا بنات. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي السمكيه هي معايا ناشفه خالص. ابدا بقى ان انا اعمل لها كده زي مساج كده، ابدا امسكها كده من الديل كده الظهر بتاعها كلته السلسله كده، ابدا ان انا اطريها عشان لما الفسيخ يستوي معايا يبقى مزبد من جوه. طبعا بالراحه خالص كده اضغط كده على السمكيه من الظهر ومن البطن. بصوا يا بنات بقوم كسره كده الشوكه كده من الظهر كده بالراحه بحيث ان انا لما اجي افتح الفسيخيه بتاعتي بعد ما تتعمل يبقى الشوكه تطلع بكل سهوله. بصوا يا بنات انا بعمل لها اهوت مساج اهوت خالص زي ما انتوا شايفين.
يعني تحسي ان اللحم كده وانتي بتتكي عليه بيبقى تحت ايدك كده دايب كده. بصوا بنات، انا بعمل برضك معاكم واحده كمان اهيت. بصوا بحاول ان انا اسلك كده الشوكه كده من الظهر، وابدا اعمل لها كده ايه مساج زي ما انتم شايفين كده، واتكه كده على الظهر وعلى البطن بتاعتها كده بالراحه. بصوا السمكيه معايا اهيت بقت بسم الله ما شاء الله، يعني طريه خالص اهيت. بصوا بنات، طبعا اي دم اهوت في الخياشيم اهوت طلع معايا في المناديل، ابدا برضو ان انا انشف كده. زي ما قلت لكم كده يا بنات، الطريقه سهله وبسيطه خالص، مش صعبه على اي بنوته كده لسه داخله المطبخ، او اي ست بيت عايزه تاكل فسيخ من البيت تمشي بالطريقه ديت. خلاص يا بنات، انا عندي بقى كيسه كده، ابدا ان انا الملح طبعا زي ما انا قلت لكم يا بنات، انا عندي ملح وشطه وكركم. طبعا ابدا املى الخياشيم يا بنات كده، واملى البق بتاعها برضو كده ملح. بصوا يا بنات زي ما انتم شايفين كده، ابدا بقى ان انا انزل كده على جسم كده السمكيه بتاعتي بملح بسيط. طبعا جبت يا بنات السمكيه التانية اهيت، ابدا برضو ان انا املى الخياشيم بتاعتها من ناحيتين. برضو افتح بق السمكيه كده واملاه كده ملح. طبعا اعملها خلف خلاف يا بنات زي ما انتم شايفين كده. وفي نفس الوقت يا حبايبي ارش على الجسم بتاع السمكيه بتاعتي ملح. بصوا بنات، انا جبت كده كيلو ونص سمك بوري. طبعا بتجيبي الواحده مثلا يعني بتاع نص كيلو، لو انت عايزه تجيبيها اكبر هاتيها اكبر. انزل برضو كده على جسم السمكيه كده بملح كده بسيط يا بنات، وعلى قد ما تقدري املي الخياشيم، لان الملح اللي في الخياشيم دوت هو اللي بيخلي معاكي الفسيخ. ابدا بقى يا بنات ان انا اخرج كده الهواء من الكيس، واقفل الكيس كويس جدا. طبعا انا عندي يا بنات مجهزه كده شويه اكياس، طبعا ادخل الكيس دوت في كيس تاني، ونفس الطريقه ابدا ان انا اخرج الهواء من الكيس زي ما انتم شايفين كده يا بنات. طبعا اللي هتمشي على نظام طريقتي، انا عايزه اقول لكم ان هي تاكل فسيخ اول مره تاكله. بصوا يا بنات زي ما انتم شايفين كده، برضو انا دخلت كده الكيس بتاعي بتاع الفسيخ كده في قلب كيس تاني كده. ابدا بقى ان انا اخرج كده الهواء منه زي ما انتم شايفين كده يا بنات. طبعا بقى انا عندي هنا برطمان هقوم حاطه فيه الفسيخ بتاعي واقفل عليه. طبعا انا حطيته كده في اكتر من كيس زي ما انتم كده شايفين. زي ما قلت لكم يا بنات، انا كده خلصت كده التخليل الفسيخ بتاعي. ابدا بقى ان انا اجيب جردل واحطه فيه لمده 20 يوم او 21 يوم. خلاص يا بنات، طبعا فات كده بالظبط 20 يوم يا حبايبي. ابدا بقى ان انا اشوف معاكم السردين اللي احنا خليناه كده في بدايه الفيديو. بصوا يا بنات بسم الله ما شاء الله. طبعا انا كنت حطاه في الرف الاخير من التلاجة، مش هكدب عليكم واقول لكم كل انا كنت سايباه بره التلاجة، لا انا كنت حاطاه في التلاجة. بصوا يا بنات بسم الله ما شاء الله، السردين بتاعه هو بعد ما تخلل. انا عايزه اقول لكم ان ريحته بسم الله ما شاء الله جميله جدا. زي ما قلت لكم كده يا بنات، انا الفسيخ والسردين قعد بالظبط معايا 20 يوم. انضف بقى يا حبايبي كده معاكم كده واحده. بصوا تنظيفه برضو كبنات سهل جدا. انا
انا عايزه اقول لكم ان القلب بتاع السمكيه بتاعتي، لان هي سمكيه بلدي بسم الله ما شاء الله يا بنات، زي ما انتوا شايفين كده اكنك بتاكلي بصراحه فسيخ. بصوا لونه احمر من جوه ازاي وجميل. بصوا يا بنات بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم ان هو فعلا زبده بجد، اللي ما يشوفش ان هو سردين يقول ان هو فعلا فسيخ. بصوا يا بنات بسم الله ما شاء الله. طبعا يا بنات انا كل اللي جبته كيلو ونص سردين وكيلو ونص فسيخ. طبعا انت حاجه عاملاها انت عندك في البيت، حاجه نظيفه حاجه كويسه، حاجه انت عارفه مصدرها ايه، تبقي حتى تاكلي كده انت وولادك يعني وانت مطمنه كده. بصوا يا بنات بسم الله ما شاء الله. طبعا دوت تخليل السردين بتاعي بعد 20 يوم بالظبط. بصوا حبايبي، طبعا انا فتحت برضو واحده كده معاكم. بصوا طري جدا من جوه ولونه بصراحه يفتح النفس. افتح بقى يا بنات كده على الفسيخ معاكم. طبعا زي ما انا قلت لكم يا حبايبي انا سبته لمده 20 يوم في قلب البرطمان، ومن وقت للتاني ان انا اقلب البرطمان، يعني جزء يعني اقلبه على الناحيتين عشان الميه اللي جوه الفسيخ تسويه. بصوا يا بنات بسم الله ما شاء الله. انا عايزه اقول لكم ان انا مش قادره اقاوم الريحه وانا بفتح الفسيخ كده معاكم. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا بنات، بصوا الفسيخيه بتاعتي عامله ازاي. انا عايزه اقول لكم ان هي طريه كده. طبعا ما تنسوش ان احنا كنا عاملين لها مساج مع بعض. بصوا حبايبي، طبعا انا هفتح برضو كده واحده معاكم، هبدا ان انا اقشرها كده. بصوا بنات الفسيخ معايا بصراحه زي الزبده. بصوا حبايبي، تنظيفه برضو بنات سهل جدا. بصوا بسم الله ما شاء الله قلب الفسيخيه معايا يعني زبده. ابدا ان انا اشيل الراس كده حبايبي. هي بس السكينه اللي معايا برد شويه، كانت عايزه سكينه حاميه. بصوا يا بنات بسم الله ما شاء الله. بصوا بعد ما شلتي كده الشوكه، زي ما انا قلت لكم الشوكه طبعا بتطلع بكل سهوله عشان كنت انا مسلكاها وهي نيه من اللحم. بصوا يا بنات بسم الله ما شاء الله. انا عايزه اقول لكم ان الفسيخ ريحته بسم الله ما شاء الله وتحسي ان هو فعلا زبده معاكي كده تحت ايديكي. بصوا يا بنات، طبعا يا بنات انا فتحت كده معاكم واحده فسيخ. طبعا الباقي بقى كده لما نيجي ناكل هنفتحه. والسردين اهوت بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين. بصراحه حاجه كده جميله وتفتح النفس. يا ريت بقى يا بنات اللي اول مره يشوفني ما ينسانيش في لايك واشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان كل ما انزل اي حاجه توصل لكم ان شاء الله. واهم حاجه يا بنات الكومنت الجميل اللي زيكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.